رسميا للتاريخ اشرف حكيمي كيتوج بالكره الذهبيه الافريقيه. يا لها من جائزه كانت مستحقه 100% من لاعب عالمي دار موسم استثنائي. تشامبيونز ليغ، كاس سوبر، اي حاجه ممكن تخيلها غتلقاه دارها. والان هو تم التكريم ديالو باحسن جائزه في افريقيا، الكره الذهبيه الافريقيه يا ساده. اكثر من مجرد لاعب، احسن لاعب في المغرب اشرف حكيمي لطالما كنا هضرنا عليه بزاف في البدايات ديالو، وهو الان كيتوج كبطل عالمي، وبهذا كيتكتب الاسم ديالو ضمن احسن اللاعبين المغاربه. واخا الاصابه اللي شفناها كاملين اللي اثرت عليه، لكن ما غتاثرش على موسمه الاستثنائي. يلاه من اللقطه غادي تبقى للتاريخ. فما نساوش السبع ديال نايسين بونو اللي فاز بجائزه القفاز الذهبي احسن حارس في افريقيا، حتى هو دار موسم استثنائي وكتب بلاصتو في اوروبا وكملها في الهلال. باش تعرفوا واحد الحاجه، المغرب دار الحصاد لهاد الجوائز هادو كاملين، فمن غير حكيمي وبونو عندنا عثمان معمر اللي توج باحسن لاعب شاب. اما على المستوى النسوي عندنا غزلان شباك اللي توجت بافضل لاعبه في السنه، وضحى المدني اللي كتوج المره الثانيه على التوالي بافضل لاعبه شابه. هذا ما كان في الدراري اللي كان معكم حسام. تهلاو.